رجعنا لكم بعد الفاصل مع أصعب فقرة في حلقة الليلة. أمامنا الآن 5 مشتركين على المسرح، كل واحد منهم أكيد إنه قدم أداء مهم، ولكن في هذه المرحلة ما ندري مين راح يتأهل. في واحد راح يغادرنا في حلقة الليلة، هل هو محمود أو صالح ويمكن عبد الرحمن أو يمكن فارس أو هنا بتغادرنا؟ وترتنا يا محمد. كيف راح تتخذون القرار يا لجنة الحكم؟ والله وترتنا كلنا، لعبت فيه مو ناقصين. فؤاد، راح أبدأ فيك. ايه يبدو فيني انا الضحيه. هي مرحلة صعبة أكيد. شوف، صراحه اللي وصلوا لهالمرحله دليل ان عندهم خلفيه موسيقيه وعندهم اسس فنيه تربوا عليها. عبد الرحمن، انت معايا يا حبيبي. ألف مبروك يا عبد الرحمن، تأهلت معنا لربع النهائي. ألف مبروك يا عبد الرحمن. فؤاد اختارك الليلة. داليا، الآن هو دورك. أدري إن المرحلة لا 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 شوي صعبة. تبرين تبرين. شوف، بما أنهم هم وصلوا لهالمرحلة، يعني كلهم أصواتهم حلوة، والاختيار أبداً مو سهل أبداً. وأنا الصوت اللي اخترته بناء على إحساسي، أنا مؤمنة فيه. فارس. ألف مبروك يا فارس، تأهلت معنا لمرحلة ربع النهائي. يا عمري، يس يا حبيبي، يا حبيبي حرام يا حرام. تأهلت معنا وتستاهل. من جد ولا يمزح؟ دموعك غالية علينا، وداليا الفرح. أعطتك اليوم صوتها. سلم عليها، شوف تنتظرك. يا عمري يا عمري يا عمري يا عمري، شلون تبكي أنت بطل؟ أنا مؤمنة فيك. أبيك تكون المرحلة الجاية جاهز، أوكي؟ مبروك مبروك. مبروك مبروك يا فارس. وبعد دموع الفرحة اللي شفناها في فارس، كارمن متوترة كثير، والجمهور أكيد متوترين. عايز مني حاجة؟ ولكن لا تنسي يا كارمن، لازم تختاري صوت يتأهل لربع النهائي. انتوا عارفين ان انتوا التلاتة مش محتاجين بجد حد يقول لكم حاجة ولا حد يقيمكم. انتوا أصوات يعني جميلة، وهمشي ورا إحساسي. هنا، ألف مبروك يا هنا، تأهلتي معنا لمرحلة ما قبل النهائي. باقي 2 والله، 2 رائعين يا الله. ألف مبروك يا هنا. والآن صار الموقف أصعب وأصعب. في محمود اليوم وفي صالح. لا أنا قلبي بيدق بسرعة وحياة ربنا ما قادرة. فيا ترى مين اللي بيبقى ومين اللي للأسف راح يغادرنا؟ ايه؟ أنا من مدرسة اللي حيطلع المسرح لازم يكون له كاركتر. مين فؤاد؟ حضوره
مين اخترت؟ ويحس. أنا بالنسبة من هالمدرسة أعطي الصوت لصالح. نو 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 نو، ما هو اختار صالح، احنا ما اخترنا. لجنة الحكم بينهم بين بعض ما اتفقوا، فلذلك راح يكون عن طريق التصويت. فؤاد عطى صوته لصالح. نبي نشوف داليا تعطي صوتها لمين. العوامل اللي قال عليها فؤاد مهمة، بس أنا بالنسبة لي كمان الموهبة أهم. في صوت جاهز وأنا أعطي صوتي لمحمود. الله يعينك يا كارمن. محمود، داليا عطتك صوتها، وبكذا القرار صار جدا جدا صعب عليك يا كارمن. يا حرام. واكيد اللي بيغادرنا اليوم هو موهبه السلام فعلاً. عليكم يا جماعة، أنا معقول ماشي. يا جماعه بجد انا يعني المفروض I ان can't. انا دلوقتي اللي بقرر. يعني تهزروا. للاسف يا كارمن، اختيارك اكيد راح يكون صعب بين موهبه صالح Listen to your heart. وموهبه محمود. يلا يا كارمن. الله يعينك يا كارمن. كارمن، مش قادره والله، قلبي بيدق، أوكي. قلبي بيدق. مش قادره. الجمهور ساعدوا كارمن. بتهزروا. طيب ساعدوا كارمن، حيوها. القرار اكيد جدا صعب. مش قادره، اكتبي لي. مش قادره. انا مش انت على فكره انا مش في بالي حد، صدقيني. طب ما تلعبيها لعبة قرابة لعد العشرة لحد العشرة. طيب كارمن، حان الوقت كارمن، إنك تختارين. والله العظيم يور انتويشن قاعد يقول لك أحد، إحساسك قاعد يقول لك أحد، أنا متأكدة. كمان الاسم هو انتوا ليه بتحطوني في المواقف دي؟ اخترت محمود. ألف مبروك يا محمود، تأهلت معنا لمرحلة ربع النهائي. نعتذر منك يا صالح، عدم تأهلك أبداً ما يدل على أن موهبتك غير مكتملة، ولكن أنت فنان فعلاً وأشادوا فيك كثير، وإن شاء الله نشوفك المرات القادمة. نعتذر منك. ألف مبروك يا أبو محمود، ألف مبروك، ألف مبروك. هذه مو نهاية المشوار، والنجاح قدامك يا بطل، وكل التوفيق لك يا رب يا صالح. والله خرج بدون خسارة، والله أبدع. مبروك. مبروك يا حبيبي، مبروك. سوري. ألف مبروك يا محمود، ألف مبروك، ألف مبروك. وصلنا لنهاية الحلقة. شفنا اليوم لحظات مليانة حماس وتحديات ممتعة، وكل المشاركين كانوا على قدر التحدي. نشكركم على المتابعة، ونشوفكم الأسبوع الجاي. مع السلامة.